طفل عنده 5 سنين كان بيصحى كل ليلة الساعة 3:33 الفجر بالظبط، من غير ما يعيط ولا يتكلم ولا حتى يفتح عينه كلها. القصة دي يا صديقي مش فيلم ومش تأليف كامل، دي واقعة اتسجلت أكتر من ملف في حالات النوم غير الطبيعي، والأهل اتكلموا عن الحالة دي في فيلم وثائقي عن اضطراب النوم الغامض. في الأول الأب والأم افتكروا إن الولد بيحلم أو بيمشي وهو نايم، بس الغريب إن الولد كان بيصحى، يقعد على السرير، يبص على الحيطة، ما يتحركش، ما يتكلمش. ولما الأم سألته الصبح: أنت يا حبيبي صحيت بالليل؟ قال لها آه. قالت له: ليه صحيت بقى بالليل؟ قال لها: أنا كنت مستنيه. طبعا الأم بعد ما سمعت الكلام ده خافت وترعبت جدا، وقررت هي وجوزها إنهم يصوروا ابنهم بالليل وهو نايم. ولما رجعوا الفيديو شافوا حاجات تشيب، غريبة جدا، مرعبة. أول حاجة لاحظوها إن الساعة بتظهر في كل تسجيل وبتبقى الساعة 3:33 الفجر. والحاجة التانية لاحظوا إن ابنهم بيصحى كل ليلة وبيقعد على السرير وبيهمس بكلام مش مفهوم، والغريب إنه ده مش صوته أصلا. الدكتور اللي شاف الحالة دي قال إنها دي مش نوبات نوم عادية. في الطب الحالة دي تسمى الهلوسات الاستيقاظية. الحالة دي بيصحى فيها المخ والجسم لسه نايم تماما، وبيشوف أو يسمع حاجات بتكون حقيقية جدا بالنسبة له. والغريب بقى إن معظم الحالات دي بتحصل ما بين الساعة 3 للساعة 4 الفجر. وطبعا في النهاية يا صديقي الأهل غيروا مكان الطفل وخلوه ينام في أوضة تانية، والحالة خفت خالص. ولكن الغريب إن بعد سنين الطفل قال جملة واحدة بس: إنه بطل يجي عشان الحيطة اتقفلت. ويا صديقي العلم لحد دلوقتي مش فاهم إن الحالات بتتكرر في الوقت ده بالذات كتير ليه. لو في ليلة صحيت الساعة 3:33 بالليل، اعرف إنك مش لوحدك.